ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير بتوقيت كندا. دلوقتي عندنا 9:03 الصبح بتوقيت كندا يوم السبت. النهارده 3 مايو تقريبا 2025. اول مرة في فيديو اقول تاريخ الفيديو واقول توقيت بالظبط كام، عشان الفيديو ده مهم جدا 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 وفيه رسالة تحذيرية، وعشان اكون عملت اللي عليا ورضيت ضميري زي ما بيقولوا، يعني لان لما تبقى انت شايف الخطر جاي بتحاول انك انت تنبه الناس، والناس في الاخر ليهم عقل، يعني يسمعوا او ما يسمعوش، وانا شايفه ان في خطر جاي. تعليقي النهارده الفيديو هيبقى برضو بكمل على قصة الطفل ياسين، وتعليقي على ردود الفعل اللي جت على الفيديو بتاعي، وتعليقي على فيديو الأنبابولا اللي هو نائب الباباوي بتاع البحيرة اللي هي تبعها المدرسة. طبعا ردود الفعل كانت سبورتيف من المسلمين. في مسيحيين طبعا وافقوا كلامي، وفي منهم اللي اعرفهم في الدايره اللي حواليا كلموني في التليفون وقالوا لي انت صح، وفعلا احنا ليه دخلنا حوار الطفل ياسين في حوار ديني، مسيحي ومسلم، طفل مسلم وراجل مسيحي؟ ما هو لو كان العكس، او كان مسلم مع مسلم ولا مسيحي مع مسيحي، ما كان هتاخد نفس النظام. ايه الهدف ان هم يدخلوها في حوار الدين؟ وليه المسيحيين قوي متحزبين وكأن الراجل ده عمهم كلهم؟ يعني كأنهم بيتهموا البابا، مش بيتهموا راجل موظف عادي يعني في مدرسة. ممكن احتمال يكون عمل كده واحتمال ما يكونش عمل، بس هو القضاء يعني اتهم، يعني ادانه، والولد حطوه، حطوا الراجل في طابور عرض، جابوا ناس، وده كلام المحامي بتاعه حسام حنا. هرجع لنقطة المحامي تاني. جابوا الولد ده وجابوا الراجل ده وحطوه في طابور عرض مع ناس مقاربة ليه في السن وفي الشكل، والولد اختار الراجل مرتين في طابور العرض، اخدوه وكانت امه مش معاه، يعني هو مش اندر انفلونس من اي حد. ما حدش حدد، مش هيقعدوا يحفظوا ولد مر بالموضوع ده، لازم ينقي الراجل. انا بقول لكم ايه الحاجات اللي اتقالت. لا، اصل الطب الشرعي قال ان مفيش دلائل. الطب الشرعي ممكن يكون قصده على الدي ان ايه، لان لما بيحصل حالات اغتصاب حتى بالنسبه للبنات في حاجه اسمها هنا الريب كيت، بتبقى موجوده في كندا وفي امريكا. لازم في خلال مش عارفه 24 ساعه ولا كام ساعه لازم بياخدوا عينه، لان بعد كده العينات ما بتبقاش موجوده. ده عشان خاطر يعرفوا بتحليل دي ان يعرفوا مين المعتدي. الطفل لانه ما حصلش ساعتها، يعني في ساعتها ما اكتشفوش، وساعتها ما بلغوش، وساعتها ما راحوش وعملوا فيها الريب كيت دي، فعشان كده هم مش واخدين عينات الدي ان ايه. بس الطبيب الشرعي قال ان الولد فيه اتساع في فتحه الشرج بتاعته، بما معناها انه كان في اعتداء جنسي عليه متواصل، فدي معروفه. معرفوش يحددوا هويه الجاني، لان زي ما قلت قبل كده ان لازم يحصل تحليل في خلال مده معينه. دي كلنا عارفينها، او الناس اللي ما تعرفهاش، او الناس اللي بتتعامل ان هي مش عارفاها. اديني قلتها لكم اهي. طيب انا مش بجزم ان الراجل ده 100% مذنب، ومش بجزم ان الراجل ده 100% بريء، لكن اللي انا بجزمه 100% ردود فعل الأقباط بالقيادات بتاعتهم، اللي هي قيادات الكنيسه الارثوذكسيه. بالقيادات، يعني انتوا بالقيادات هي اللي مضايقني في الموضوع. طب ما هو واحد متهم في حادثه، واحد متهم في جريمه، ليه حولتوها لخناقه بين مسيحي ومسلم؟ يعني ليه عايزين تولعوا البلد؟ ما هو اساسا في احتقان، والناس اساسا لوحدها من جواها مش عارفه ليه مش عارفه تتعايش مع شركاء الوطن في سلام. بجد يعني انتوا معاكوا ناس، انتوا في البلد، يعني انتوا ناس بتشبهوا بعض في الشكل، وبتاكلوا نفس الاكل، وبتشربوا نفس الشرب، ونفس الحكومه، وبتتكلموا نفس اللغه، وبتروحوا نفس الشغل، وبتودوا عيالكم نفس المدارس. فايه الهدف من ان انتوا؟ انا مش قادره افهم ليه في احتقان، وليه الناس ماسكه في بعض، وده طرف حاسس ان هو مجني عليه، والطرف تاني لا احنا الاكتر، لا احنا الاقل. ليه عايزين تولعوا في الدنيا؟ ليه؟ وليه انتوا مش قادرين يعني تبقوا متنبهين للي بيحصل فيكم؟ ان انتوا بتستخدموا كانكم اداه، انتوا بتستخدموا كانكم اداه عشان خاطر طول ما في صراع بين طرفين،
خلاص بقى الدولة بقى تتدخل وتاخد زي ما ده، تسجن دوت وتسجن دوت، والناس تبقى مشغولة بقى في الخناقة بتاعت المسيحيين والمسلمين، فيعتقلوا اللي هم عايزينه، الناس اللي بتفكر يودوهم السجون، يبيعوا مش عارفة ايه من البلد، يحصل ايه في الجيش، يحصل ايه في القوانين، والناس تبقى مشغولة بحكاوي. يعني هم لقوا حكاية خناقة حسام وشيرين انتهت خلاص، والناس زهقت من حوارات الفنانين، فطلعوا بقى بدأوا يشغلوا الناس بحوار يعني ده مسيحي واغتصب طفل مسلم. يعني والسوشيال ميديا من الطرفين بتشعل الدنيا، بتشعل الدنيا، ومش لاقي حد عاقل يطلع يقول يا جماعه انتوا ازاي كده، انتوا ازاي كده. دي قصه طفل تم اغتصابه كتير كذا مره على مده طويله، و و فلافيها وهو امه عايز تاخد حقه. طيب هنيجي نقول اصل القضيه اشمعنى بعد ما الانبا بخوميوس مات القضيه كانت فين بقالها سنه؟ الست بتحاول تاخد حق ابنها من شهر 1 2024، وفتحت تحقيق في النيابه واتقفل مرتين. ما اتقفلش مرتين عشان خاطر ما فيش دليل، اتقفل مرتين عشان خاطر الكنيسه ترمخت على التحقيق. ممكن يحصل، مش عشان خاطر الراجل، عشان خاطر المدرسه، عشان خاطر الفلوس، عشان خاطر سمعة المدرسة، لأن دي مدرسة خاصة وأشهر مدرسة في المنطقة وفيها ناس كتير جدا، وأكيد طبعا التعداد بتاع المسلمين أكتر من المسيحيين، فانتفاعهم من البيرنت المسلمين أكتر من انتفاعهم من البيرنت المسيحيين، فهم عايزين، مش عايزين المدرسة تتفضح وسمعتها تبقى وحشة والناس ما تدخلش عيالها فيها، والمشروع الكبير اللي بيضر فلوس كتيرة اللي بتروح عندهم يتحط، يعني البلد تاخده مثلا، أو إن المدرسة تتقفل أو سمعته تبقى وحشة. فهم عشان خاطر كده ريجاردلس، هم ولا فارق معاهم الولد ولا فارق معاهم الراجل ولا فارق معاهم اي حاجه، هو بس يعني حصل ان الراجل ده شغال في اللجنه الماليه اللي الكنيسه معيناه فيمثلها نوعا ما، فعشان كده هم محتقنين وعمالين يشحنوا 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 في القباط، والتانيين كالعاده بيتساقوا كالخرفان، وهرجع اقول نفس كلمتي، بيتساقوا كالخرفان ومش شايفين ايه اللي بيحصل. فيعني بجد انا يعني موضوع فعلا مستفزني جدا جدا، ان انا شايفه ناس بترمي بتحط نار، بتحط جاز على النار كده ومش فارق معاها وخلاص، لان هي حد لعب بدماغها وقال لها اعملوا كده عشان مصلحتنا. يعني فموضوع فعلا يعني سخيف. وفي ناس للاسف حتى من الطرف التاني، يعني الاقي واحد طالع عامل نفسه محامي الطفل وطالع يقول كلام واصل ما فيش ادله، مش يشرح للناس، مش يفهمهم، مش يوعيهم، لا طالع كده وخلاص. والتاني مش عارفه مين عيسى ده اللي طالع يقول لك اصل ما فيش دليل، اصل ما فيش. يا عم الحاج، دليل في حوادث الاغتصاب لا اما تحليل DNA واثار اغتصاب على الجسم والتعرف على الجاني، واكتر دليل مجزم DNA. وانا خلاص شرحت موضوع DNA في اول الفيديو، ما بحبش اكرر الكلام. طيب سبب الفيديو النهارده ان انا برد على فيديو الانبا بولا اللي هو النائب البابوي بتاع البحيره اللي ماسك المطرانيه دي لغايه لما يعانوا لها تقريبا اسقف، لان الانبا بخوميوس مات. طيب ممكن التحقيق النيابه يتقفل؟ لا مش عشان ما فيش دليل، ممكن يتقفل بالوسائط. حصلت معايا انا شخصيا، وانا حكيت قبل كده في فيديو ان بنتي كانت في مدرسه في السويس، ومدرسه كانت مشهوره جدا لغات، وحصلت لها حادثه وقعت من فوق ومحدش بلغني، وانا رحت النيابه وعملت محضر، رحت القسم وعملت محضر وتحول للنيابه، والمحضر اتحفظ مع ان كان في شهود عيان ان في اهمال وفي كل حاجه، بس لاني صاحبه المدرسه باباها لواء جيش وعندها فروع في مدارس ثانيه في مصر، فهي عندها واسطه فقفلت المحضر في النيابه. ممكن يتقفل في النيابه ومحضر في مدرسه، ولا فارق معاهم الطفله ولا فارق معاهم الاهمال ولا فارق معاهم اي حاجه، وكل وهي فعلا استخدمت نفوذها وقفلت المحضر. انا حصل معايا موقف زي ده بيحصل في مصر عشان خاطر سمعه المدرسه، عشان خاطر الفلوس. طيب هو ممكن يكون استخدم سلطته، ممكن يكون استخدم سلطته عشان يقفل المحضر. طب الام راحت للسوشيال ميديا، ممكن تكون راحت للسوشيال ميديا عشان تاخد حقها. انا عملت كده في بنتي، بس ساعتها كان قبل ما هاجر كندا، وده كان من اسباب هجرتي لكندا. يعني ده كان سبب من اسباب هجرتي لكندا، ان انا لما بنتي الكبيره كانت في KG1 واول سنه ليا في المدرسه وكانت هتموت بسبب الاهمال ودفع لها في اغلى مدرسه، ماشي، ده خلاني اروح واعمل هجره لكندا. ده كان من اسباب ان انا عملت هجره لكندا.
لان لقيت انا مش عارفه اخد حقي، ومفروض ان انا كنت مش ناس من اللي هم مهمشين. انا بابايا كان لواء شرطه ومعروف في السويس، وانا شغاله في شركه بترول، ومعايا فلوس، ومدخله بنتي احسن مدرسه، واحنا واصحابي يعني عندي كونكشن كبيره، وقدرت ان انا ولما طلبت البوليس، طبعا البوليس ما بيجيش في اي حته، بس عشان خاطر الكونكشن بتاعتي جه وجابوا امين شرطه وعسكري، وما عرفش يخش المدرسه عشان هي قالت لهم ما تفتحلوش لحد، وما عرفوش يخشوا لان واسطتها كانت اكبر من واسطتي، والتحقيق اتقفل. ساعتها ما كانش فيه السوشيال ميديا، لان انا كان ساعتها في سنه 2000، الكلام ده يمكن حصل في سنه 2012 مثلا، 2012 2013 كده. وساعتها ما كانش فيه قوي السوشيال ميديا وان احنا واليوتيوب والحاجات دي ما كانتش معروفه جدا كده. فساعتها انا تواصلت مع واحد بيكتب في جريده الاهرام، وقلت له نزل الخبر عندك، لان كان في موقع لجريده الاهرام او يوم السابع الالكترونيه، ونزل الخبر عشان اعمل ضغط اعلامي على وضغط شعبي على المدرسه ان كنت عايزه اجيب حق بنتي. فانا مريت بظروف زي كده، وعارفه يعني ايه ان هي لازم تطلع تتكلم انجيج وسائل التواصل الاجتماعي، لان البلد ما فيهاش قانون، ما فيهاش حكومه، وماشيين بالوسايط وبالمصالح، وان هي مش هتعرف تاخد حق ابنها، بس بمنتهى البساطه. فدي خلصنا النقطه دي. طب نرجع لنقطه الانبا بولا والفيديو بتاعه. طبعا هو قاعد في اجتماع، انا اديكم بس نبذه عن شخصيه الانبا بولا، واتمنى الفيديو بتاعي حد يوصله له، ماشي، عشان يقول له رايي فيه. الانبابوله زمان، هو المفروض يعني ايه الانبابوله ومين كده؟ دول بيبقوا ناس من هم شباب في العشرينات من عمرهم، قرروا ان هم مش عايزين يعيشوا في العالم تاني، وعايزين يتعبدوا بس، فبيروحوا الدير وبيقعدوا فتره رهبنه، وبعدين تحت الاختبار، ولما ينجحوا ويلاقوا نفسهم فعلا يقرروا اللي هم مدير الدير ولا رئيس الدير ان هو خلاص الشخص المتقدم ده ينفع يكون راهب، فبيخلوه خلاص انت قعدت سنتين تحت الاختبار، هنعملك. بيعملوه دفنه، بيلفوه في كفن كده، بيعملوه دفنه، وبيصلوا عليه صلاه الجناز، اللي هو كانك مت عن العالم. معنى ايه ان انت مت عن العالم؟ يعني انت شهوات العالم والحاجات اللي في العالم دي انت مالكش دعوه بيها، اتس بيهايند يو. ولا سوشيال ميديا ولا موبايلات ولا اكل ولا عربيات ولا لبس، انت بتلبس جلابيه سودا، بتقعد في الدير تصلي وتتعبد فقط، انت اخترت الحياه دي. نيجي بقى للانبابولا، معاه باسبور فيه فيز امريكا وكندا واستراليا. كل شويه عندنا في امريكا وكندا واستراليا، ماشي. بيعمل زي ريتريت كده، كل المسيحيين الاقباط هنا في كندا يروحوا يدفعوا للنفر $300 عشان يودوه مكان عشان يسمعوا عظه للانبابولا ويقعدوا في المكان ده، ماشي. في ناس هنا بقى لهم سنين ربنا يبارك يعني، ومعاهم فلوس كتيره جدا، دكاتره وصيادله عندهم قصور، بيجي يستقبلوه في جناح ويقعد. ده اللي المفروض انه مات عن العالم، ده اللي المفروض ان هو مات عن العالم وخلاص شهوات العالم. مسكوه المجلس الملي ده بقى اللي كان بيطلق المسيحيين. فهو بكلمته يقول لك يدي الامل والحياه لواحده او ياخدوا منها، انت تطلقي وانت ما تطلقش. ما كانش فيه ساعتها لما مسكوه المجلس الملي، ما كانش فيه ساعتها ان كل مكان ليه المجلس الملي بتاعه. طبعا بعد المشاكل اللي عملها الانبابولا والناس اشتكته كتير، والتعنت، وانه كان بيذل الناس، واللي تخش تعيط له، واللي تبوس رجله، واللي تبوس ايده، وكانت مهازل. قرروا اخيرا يمكن من سنتين مثلا او 3 سنين ان هم يخلوا ان كل مكان ليه مجلس ملي بتاعه، وشالوه هو من المجلس الملي. وكان عامل برنامج على الصخر، والناس تبعت له اسئله، يا انبابولا الحقني انا جوزي بيضربني، يا بنتي استحملي ده صليبك، يا بنتي اعملي، طب ما هس انت اللي اخترتي، اصل انا بقول من الاول تختاروا كويس، اصل انا بقول للاهالي. طب الحل فين يا انبابولا؟ خلاص اللي حصل. انت بتقعد تعيط تخليهم يعني يعيطوا على اللبن المسكوب لغايه لما في واحد قتل مراته يعني بسبب الكلام ده كله، قعدوها معاه لغايه لما موتها، وده بيحصل يعني. فهو ده بقى الانبابولا، ماشي. ده كده نبذه سريعه عن مين الهيستوري بتاع الانبابولا. طبعا الفيديو بتاعه جالي امبارح، وده اللي خلاني اطلع النهارده. انا ما بعملش فيديوهات كل يومين 3 يعني، اللي شايف القناه عندي انا مش بعمل فيديوهات كل يومين 3. فبعتت لي فيديو، بصي بقى الانبابولا بيرد بيقول ايه، اسمعي بقى يا نيفين واعتذري. او ماي جاد، هو عشان خاطر الانبابولا طلع يتكلم في الموضوع وهقول لكم قال ايه وردي عليه، المفروض انا اطلع اعتذر؟
المفروض اطلع اغلط نفسي، اقول انا اسفه صح الطفل طلع بيتبلى عليه وطلع مش عارفه مين اللي اغتصبه وهم عايزين يعملوا كده والراجل بريء لو سمحت انا اسفه. لا لا، بغض النظر الراجل بريء ولا مذنب، هي ملهاش علاقه بالدين، ملهاش علاقه بالدين. رد فعل الناس، انا بتكلم على ردود افعال الناس. يجي الانبا بولا الكلام بقى، احنا مش هنعترض على احكام القضاء، ماشي. 3 اسئله جولوا على الموضوع ده. طبعا اصل ولادنا وحبايبنا لازم يفهموا في ايه، فبييجوا يسالوني انت مالك؟ بيسالوك ليه؟ هو انت قاضي؟ هو انت محامي؟ هو انت رئيس نيابه؟ انت دارس قانون؟ انت خلفيتك ايه؟ يعني انت دراستك ايه؟ انت ايه خبرتك في الحياه؟ ده واحد انت عندك حاجه 20 سنه، رحت الدير صلوا عليك صلاه الجنازه، المفروض انت قاعد في الدير دلوقتي طالع بتتكلم في قضيه راي عام ليه؟ ده رقم 1. سالوني فانا لازم ارد، وهو عارف طبعا انه بيتصور وممكن يكون هو اللي بعت الاسئله، ما علينا يعني. احنا ما نقدرش نتكلم في احكام القضاء، ما نقدرش نتكلم في احكام القضاء 3 مرات عشان خاطر البلد اللي هي متفقين سوا. بس في عوار في القضاء، هو قال كده. وخلي بالكم القضاء فيه استئناف وفيه نقد، وده اول حكم بس، وانتوا فاهمين انا بقول ايه. قالها لهم كده في الفيديو، يعني نظام ما تفرحوش قوي، الناس ما تفرحش، احنا هنطلعه، احنا هنخرجه. ده اول حاجه كده بس عشان يسكتوا الشارع، وش كده وهو بيتصور، ومش فارق معاه ان الناس تسمع الكلام ده وتحتقن زياده ويطلعوا الناس تمسك في بعض. اوكي، فلما الناس تمسك في بعض ثواني بس انا محتاجه ان انا انور النور. سوري. بس النور عندنا اوتوماتيك. ولما الناس تمسك في بعض، هو يبقى قاعد لو حصل حاجه ياخد بقى الباسبور بتاعه ويطلع على امريكا، استراليا، كندا، اي حاجه. يطلع بقى هو بقى ايه، ملوش دعوه، ما هو معاه فيز بقى ومعاه فلوس وعربيات وحاشيه بقى وناس مستعده انها تخدم عليه. ده اول حاجه. يقول على الراجل اللي تم ادانته بحكم محكمه الراجل البار الفاضل. الراجل البار الفاضل، الراجل لسه طالع عليه حكم من يومين بان هو المحكمه ادانته واديت له مؤبد، طالع انت تشعل للناس وتقول الراجل البار الفاضل؟ يعني انا مش قادره اقول حاجه. 3 حاجه، لا يعني نقط هفنط الفيديو بتاعه. 3 حاجه، هو زي ما انا قلت كل همه المدرسه. الوزير اتسرع بيعمل كده، الوزير اتسرع وقال ولابس النضاره ان المدرسه بتبعه. طبعا الكلام ده مش هيحصل، ومفيش حاجه اسمها ان الدوله تاخد مدرسه الكنيسه. كل اللي فارق معاهم المدرسه والفلوس، وان احنا غيرنا المديره وان هم خلونا نغير المديره. لا، هم ما خلوناش نغير المديره. انا لما جيت هنا وشفت المديره فاضله وست محترمه، بس هي تسرعت وقالت كلام للسوشيال ميديا قوم الناس علينا، فانا كنت مقرر ان انا اشيلها مع انها ست محترمه وفاضله مرتين، ماشي. فانا شلتها، لكن هما ما خلونيش اشيل حد. ده كان قراري اصلا وجاي من عندنا. يعني انتوا مع نفسكم، انتوا البلد، احنا ملناش دعوه. انتوا ما تقولوش احنا نعمل ايه وما نعملش ايه. خلاص، ده تاني نقطه. تالت نقطه، الوزير اتسرع ان هو قال ان هو هياخد المدرسه. مفيش الكلام ده خالص. المدرسه قاعده، المدرسه تبعنا، هم بس هيجيبوا لجنه تشرف وتشوف، لكن احنا اللي بندير المدرسه، اللجنه الماليه بتاعتنا، الفلوس جايه لنا، احنا اللي مشرفين عليها، ومش هتبقى تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم ولا اي حاجه. دي لجنه الوزير جابها عشان تشوف، هتقعد اسبوع اسبوعين ضيوف عندنا كده وخلاص وهيمشوا. وانا احب اطمنكم، ويقول كده اطمنكم بين قوسين، انتوا عارفين مين. يعني هو بيتكلم المسيحيين. ايه المهزله دي بجد؟ ايه المهزله دي؟ مش مصدقه، مش مصدقه. والمدرسه هتفضل معانا وتبعنا. طبعا هو ولا فارق. اللي انا خدته كمان من القصه من السؤال، ما قالش صلاتنا وقلبنا مع الطفل اللي مر بالتجربه السيئه دي، ما قالش
ده كان طفل من اطفال المدرسه ومن ولادنا ومن عيالنا، وانا مشتاق وحزين من بغض النظر ان هو حصل له كده من حد من الاداره التعليميه او حد من اللي حواليه، او لسه ما نعرفش الجاني، او لسه هنطالب بتحقيقات، بس الواقع حصلت فعلا في الطفل، والطفل مر بآلام نفسيه، واحنا قلبنا معاه ونرفع الصلوات ليه عشان خاطر ربنا يطبطب على قلبه ويطبطب على قلب امه وعلى قلب ابوه وعلى قلب اهله. ما جابش سيره كده، هو طالب الناس اللي قاعدين قدامه والمسيحيين اللي بيسمعوه في السوشيال ميديا ان احنا نرفع صلوات عشان خاطر الراجل المسيحي الغلبان اللي عنده 80 سنه اللي مسجون بحكم مؤبد. طب الطفل اللي تم فيه الاغتصاب اللي لسه بيبتدي عمره، ما جابش سيرته، ما جابش سيرته، ولا نصلي له ولا قلبنا معاه ولا اي حاجه. ما يفرقش معاه، ما يفرقش معاه، ما يخصوش زي ما بيخصوش ستات المسيحيين. وعلى فكره يعني انا بقول بس للمسلمين ما تزعلوش من الناس اللي زي دول، لان هم اصلا جم علينا احنا الاول، هم دهسوا علينا احنا الاول. فهم مش فارق معاهم حاجه، فارق معاهم بس السلطه والفلوس، حاجتين، السلطه والفلوس، ده اللي فارق معاهم فيه. يعني رد فعل بصراحه انا متضايقه جدا جدا. المسيح ما بيعملش كده، ما بيقولش كده. تفتكر لو المسيح كان موجود في الموقف زي ده وكان قاعد مكانك ومسك الميكروفون كان هيقول نفس الكلام؟ كان هيقول الراجل البار الفاضل نرفع صلواتنا عشانه وما يجيبش سيرة الطفل اللي تم اغتصابه خالص؟ تفتكر كان هيعمل زيك؟ لا طبعا ما كانش هيعمل زيك. بس احنا في اواخر الايام، احنا في اواخر الايام حقيقي. الناس المسيحيين اللي بيدافعوا باستماتة عن الراجل لانه مسيحي، طلعوا نفسكم من القصة مالهاش علاقة بمسيحيين ومسلمين. المسلمين اللي ماسكين في حتة الناس ده كان راجل مسيحي، الاطفال بيتم اغتصابها وانتهاء حقوقها في مصر، مش لازم يكون مسيحي او مسلم، لان مفيش قانون ومفيش حاجة رادعة، وفي كوربشن، في فساد، وفي وسايط، ومفيش قوانين، وانت مش قادر تأمن على حد في اي حتة. كان لسه في حادثة حصلت، بنت عندها 3 سنين كانت بتلعب في الكيدز اريا، واخدها عامل، مامتها قاعدة بس بره، اخدها عامل حمام، اصل هي اغرتني، ودخل الحمام اغتصبها. بنت عندها 3 سنين، ما اعرفش شاف فيها ايه يعني يغتصب. والاتنين كانوا مسلمين، بس الموضوع ما فرقعش قوي اعلاميا لان ما كانش في تدخل دين. فالناس المنحرفه موجوده في كل الاديان، الناس اللي لان دول ما عندهمش دين، ماشي؟ مش كل الناس اللي في البطايق في مصر مكتوب مسيحي او مسلم او ملحد او يهودي. ده الملحد بس اكتر ناس بحترمهم الملحدين على فكره، وممكن ناس تمسك فيا لان هم قايلين احنا ما عندناش دين. فلما هم يعملوا اي حاجه بتتوقعهم، اصل ده ما عندوش دين، وهو قايل انا ما عنديش دين، فانت ما بيعصركش في دينه. يعني بمعنى اصح انت لما تشوف حد مسيحي يعمل كده، او تشوف اسقف او رمز ديني يعمل كده، تخلي ناس تانية تقول لك بص المسيحيين بيعملوا ايه، اكيد دينهم بيقول كده. لما تشوف حد مسلم بيعمل كده بقى ويبتدي بقى يضايق حد تاني ويعايره بدينه، ويبتدي بقى يقتل ولا يحرق ولا يعمل اي حاجه ولا يشتم ولا يضطهد، تقول بص المسلمين اصل اكيد دينهم بيعمل كده. لكن الملحد بصراحه لانه مش يعني هو الناس اصل ده ملحد ما بيؤمنش بربنا، ففي الاخر بيخلي الناس ترجع وتقول اصل الناس اللي عندها اله وبتؤمن بربنا ناس عندها اخلاق. فمش كل الناس اللي كاتبين في بطايقهم الدين هم يعرفوا ربنا خالص خالص حقيقي. وتاني هرجع اقول وقلتها في كل الفيديوهات، مفيش حد في مصر بيقرر دينه، كل واحد بيتولد على اللي هو موجود عليه. انت اهلك كانوا مسيحيين بقيت مسيحي، انت اهلك كانوا مسلمين هتبقى مسلم. فبلاش خناقات الاهلي والزمالك والمسيحيين والمسلمين وتولعوا في البلد. اخر حاجه هقولها، مش اخر حاجه قبل الاخيره، قعد يقول لك في الفيديو انا اتحدى كل المحاميين يجيبوا له دليل وادانه واحد للراجل الفاضل. قال كلمه الراجل الفاضل دي كتير لدرجه ان انا حرقت دمي، وانا قمت النهارده الصبح عشان اعمل فيديو من قبل ما اشرب حتى كوبايه القهوه بتاعتي.
انت طالع مثلا تناشد المحامين ان هم يجوا مثلا يقفوا جنبك ويطلعوا في الكاميرا ويقولوا مثلا احنا هنعمل. طب ما انت ليه ما يعني ما دام انت مؤمن قوي كده وخايف قوي على سمعه الراجل ده الفاضل، ما قمتلوش انت محامي تبعك ليه ورحت معاه التحقيقات وظهرت معاه في المحكمه؟ ولا انت قاعد بقى في وسط الناس في الكنيسه وعمال ماسك النضاره وبين قوسين وانتوا عارفين وفي عداله الهيه وكأن الراجل ده مثلا نبي وان المسلمين مسكوه هيحبسوه؟ انت ليه بتعمل كده؟ ليه بتعمل كده؟ ما ينفعش. ما ينفعش تؤكد وتعزز الفتنه. ده اللي انت عملته بالفيديو بتاعك، قلبتها مسيحيين ومسلمين، وانت كل اللي فارق معاك المدرسه والفلوس. من الاخر كده، من الاخر انت مش فارق معاك اشخاص. الموضوع ده لو كانت عمل عادي ماشي، لو كانت عمل عادي والراجل ده ما كانش شغال في مدرسه والولد ده كان في مدرسه تبع الكنيسه والراجل ده كان مسيحي عادي جدا موظف في حته تانية خالص، والولد ده كان جار ولا حاجه واغتصبه، ولا كنت هتتحرك ولا ترفع الصلوات ولا تحشد الأقباط ولا ترد البوستات ولا تعمل فيديوهات ولا كان يمثل لك بأي شيء، لأن دوت ملوش أي إمباكت عليك ولا على كنيسة ولا على فلوس المطرانية ولا على المدرسة ولا على أي حاجة. وهتقول يا جماعة ليه بتدخلوا الدين في الموضوع؟ ده واحد وده واحد واحنا ملناش دعوة ونستنى التحقيق فيه إيه. لكن النقطة فيها فلوس، فيها مصالح، فالمسيحيين مش قادرين يبصوا لحاجة زي كده. اخر حاجه هختم بيها الفيديو، طبعا انا حطيت البوست، بحط الفيديو ده على اليوتيوب، وانا بالمناسبه انا عمري ما طلبت من حد انه يشير او يعمل اشتراك في القناه. فانا مش بعمل فيديوهات عشان خاطر الريتش وعشان خاطر الفلوس وعشان خاطر اتشهر، يعني اتشهر بالناس اساسا مش طايقاني. المسيحيين كلهم مش طايقيني حاليا او معظمهم يعني. فانا مش بعمل كده عشان خاطر الحاجات دي ماشي. فانا شيرت الفيديو عندي طبعا هي على القناه، شيرتها على الفيسبوك بتاعي وعلى في جروب عندنا اسمه ايجيبشن ان كندا. فانا شيرت في الجروب ده انه مختلط مسيحيين ومسلمين، ولان انا حاولت اشير بوست قبل كده واترفض، فانا حبيت ارد بنفسي بقى فيديو، والحمد لله الادمن وافق عليه، لان الموضوع ده كان فيه هزل كتير وانا مش عايزه يحصل فيه مشاكل يعني. فشيرت الفيديو، فجي بقى في جروب تاني في كندا بس للمسيحيين بس، عاملين جروب كده للمسيحيين بس. لقيت حد واخد الفيديو بتاعي وحطه من غير اسم انونيمس وكاتب لي عريضه عشان نيفين معانا في الجروب. فالنظام بقى يا جماعه بصوا، هي ما شيرتوش انا في الجروب ده مع ان ده الجروب المسيحيين بتاعها المفروض كانت تشيره، فانا اخدته وشيرته. فنظام بقى ايه، حفلوا عليها، يلا بقى ادوها من اللي منقي زي ما بيقولوا. طبعا انا يعني بصيت على الكومنتات كده، طبعا انا I didn't engage ولا رديت على حد ولا عملت حاجه، وسبتهم يتبادلوا الجهل مع بعض. حقيقي سبتهم يتبادلوا الجهل مع بعض، واللي تقول لك هي كده واللي تقول لك اصل هي عايزه تتشهر واصل هي عايزه تعلي الريتش، اصل احنا نعمل لها ريبورتات بقى ونقفل لها الفيديو ده. حاجات غريبه يعني، حاجات غريبه يعني. فلغايه لما تقريبا الادمن يعني شاف المهزله اللي بتحصل فراح شال الفيديو يعني. بس بجد يعني ضحكت يعني، كنت متضايقه بس يعني كانت حاجه كده ضحكتني يعني بصراحه. قعدت اضحك على عقول الناس شويه. مش كل الناس كده، في ناس محترمه كتير. انا بعد الفيديو اللي عملته في كذا حد كذا ست في امريكا طلعوا على تيك توك وعملوا فيديوهات وشيروها على جروبات بتاعت امريكا وكندا، وكانوا بيتكلموا على قصه طفل ياسين، وهم يعني مؤمنين جدا بقضيته. وبنفس الكلام، موضوع ملوش علاقة بمسيحي ومسلم، موضوع ملوش علاقة بأي حاجة، موضوع ليه علاقة بطفل اتعملت فيه جريمة بشعة بشعة وهو لسه في مقتبل العمر، ومفيش بلد أخدت له حقه من أول مرة. الأم تقعد 1 و4 شهور عشان تاخد حق ابنها، تحقيق يتقفل مرتين عشان خاطر الكوربشن والفساد والسلطة والواسطة ولما يطلع حكم لازم الناس كلها تتجمهر وتقف وتصرخ عشان البلد تتحرك وتبتدي ان هي تاخد خطوه. مهزله وغياب لسلطه الدوله وحاجه مؤسفه. وربنا يستر على كل عيالكم في مصر، وفي الاخر انتوا مالكوش غير بعض، انتوا مالكوش غير بعض. ما تخلوش الحوارات دي تاثر على علاقتكم ببعض،
انتوا في البلد مع بعض، اللي بالظلم اللي بيقع عليكم انتوا الاتنين مسيحيين مسلمين، الغلاء عليكم انتوا الاتنين، كوربشن الفساد بيقع عليكم انتوا الاتنين، الظلم الحقوق عليكم انتوا الاتنين. فما تخليش حد ينسيكوا النقطة دي. ميرسي جدا، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.